هنا موطن العيش المشترك وأقدم مساكن البشر على وجه الأرض، لم تنقطع فيه مسيرة الحياة. هذه هي قلعة أربيل التاريخية. يتابع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عن كثب عملية ترميم هذه القلعة. سيتم تنفيذ أعمال الترميم وفق المعايير العالمية للمواقع التاريخية، حيث أنها وصلت إلى مراحلها النهائية بعدما تم رصف 10,600 متر مربع من شوارعها وأزقتها الرئيسية، كما أن أعمال ترميم حمام القلعة هي الأخرى في مراحلها النهائية. ومن المقرر نصب مقاعد وإنارة شوارع القلعة وإنشاء مقهى ثقافي ومطعم وفندق فيها. وفي شهر حزيران يونيو من عام 2014 تم تسجيل القلعة من قبل منظمة اليونسكو في قائمة التراث العالمي كأقدم منطقة مأهولة بالسكان في العالم. وتعد قلعة أربيل ملتقا للحضارات القديمة ومركزا للتعايش بين الأديان والأقوام المختلفة. دائرة الإعلام والمعلومات.